السلام عليكم، عاملين ايه؟ كويسين؟ انا قلت اطمن عليك يا صديقي. انا برضو بقالي سنه او اكتر ما عملتش فيديوهات، بس مش مهم، كله يتعوض باذن الله. اتفرجت على فيلم افاتار في السينما، ويا لها من تجربه سينمائيه رائعه بكل معنى الكلمه. هقول لك تفاصيلها اكتر وهنتكلم عن الفيلم بكل شفافيه، فيلا بينا نخش في التفاصيل. وزي ما قلت لك يا سيدي، كانت تجربة سينمائية رائعة، وحط 100 خط تحت كلمة سينمائية، لأن الفيلم ده لو ما تشافش سينما هتخسر جزء كبير جدا جدا من متعته. عن نفسي انا اتفرجت عليه 4D، وطبعا الفرجه على الفيلم ده 4D هتوديك في حته تانية خالص. كراسي بتتهز وهو بيخبط في وشك وميه بتترش عليك وحاجه يعني جامده جدا. واللي بيدي طعم لكل ده هو عظمه وجمال ودلال المؤثرات البصريه، ودي اول حاجه من ايجابيات الفيلم. يا جماعه، عالم افاتار بكل تفاصيله، الدقه اللي معمول بيها كل حاجه في العالم ده رهيبه بشكل ما تتخيلهوش يا جماعه. وكل ده بيعلى ويعلى كمان في المشاهد اللي فيها اكشن او اي صراع بين اتنين. وصناع المؤثرات البصريه والمخرج جيمس كاميرون كانوا عارفين حاجه زي دي، فبيدوك فيلم 3 ساعات منه ساعه ونص بس استعراض للبهرجه دي كلها. حرفيا اول ساعه ونص في الفيلم انت ما بتاخدش 20% من القصه، التركيز كله كان على انه يعرض لك العالم ده كله بالتفاصيل بتاعته. فتلاقي فيه تنوع رهيب في الكادرات، كادرات على الارض واستعراض للحيوانات وتفاصيل العشب والشجر، كادرات تحت الميه واستعراض للحيوانات الخياليه اللي خلقوها، والمصيبه انك تحس انها واقعيه، وكادرات من فوق السحاب علشان يوريك العالم ده بقى كله على بعض. عشان كده بقولك انك لو ما شفتش الفيلم ده في السينما انت هتضيع منك نص متعه الفيلم حرفيا. نيجي بقى للنص التاني من الفيلم، بدأ التركيز فيه ينصب على القصه بشكل اكبر. المؤثرات البصريه لسه محافظه على مستواها، لكن تركيزنا بدأ يروح للشخصيات بشكل اكبر، ويروح بقى للقصه الاساسيه اللي هدفه منها نفس هدف الجزء الاول، وهو ابراز الجانب السيء في البشر من الطمع والجشع والقتل. وهنا بقى تيجي الحاجه اللي ما اقدرش ما اقول ما عجبتنيش، لكني كنت مستني اعلى وافضل، وهي القصه كانت من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الجزء الاول، ويمكن عجبت ناس كتير. لكن لما تيجي تتفرج على الجزء الثاني وتلاقي ان في اجزاء كتير مشابهه لاحداث الجزء الاول، وطبعا مش هقول ايه هي عشان ما احرقلكش اي حاجه من الفيلم اللي انت لسه ما اتفرجتش عليه، يبقى كده في حاجه غلط. هل ده كان كسل في الكتابه؟ اصل عالم زي افاتار يطلع منه مليارات القصص، وتقدر تعمل منه جزء ثالث ورابع وخامس كمان. ومعلومه للي ما يعرفش، افاتار الجزء الثالث اتصور منه جزء كبير جدا فعليا، والجزء الثالث هينزل 2024، فده اكيد طبعا مش كسل. انما السبب اللي انا برجحه بشده، جيمس كاميرون هو اللي كاتب الجزء الاول كامل لوحده، انما الجزء الثاني هو بس شارك في الكتابه مع 5 كتاب تانيين، جيمس كاميرون وريك جافا، اماندا سيلفر وجوش فريدمان وشين سالير. فاعتقد ان ده سبب مشاركه جيمس كاميرون في الكتابه تاني. هو كاتب رائع وليه اعمال كتيره جدا من كتاباته، ولكنه ممكن تجلي منه مره. وملحوظه تانية يا جماعه، القصه مش وحشه، هتتسحل مع القصه وهتبقى مركز، والقصه مش هي قصه الجزء الاول. انا بقول في تشابه مش اكتر. اجماليا الفيلم اكتر من رائع. يطرح سينما؟ اكيد يطرح سينما. هتفقد متعه كبيره جدا لو شفته في البيت على التلفزيون او على الكمبيوتر. انت محتاج اكبر شاشه تشوف فيها الكلام ده. واطمن، لو هتروح مع عيلتك الفيلم امان، ما فيهوش اي مشاهد خارجه. وفي النهايه الفيلم واخد تقييم 7.9 على IMDb و92% على روتن توميتو. وبس كده يا صديقي، ده كان كل اللي عندي لحلقه النهارده. ما تنساش لو بتتفرج علينا على يوتيوب تعمل لنا سبسكرايب، ولو بتتفرج علينا على الفيسبوك اعمل لنا لايك وشير، ويا ريت لو تكتب لنا كومنت جميل.